السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة البسبوسة القمر دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، من غير لا سمنة ولا لبن ولا زبادي ولا زبدة ولا زيت ولا أي حاجة خالص، بمكونات بسيطة جدا. 4 مكونات بالظبط هيعملوا معاكي الصينية الجميلة دي. وعايزة أقول لكم إن هي اقتصادية جدا، وبصراحة أنا ما كنتش متوقعة النتيجة، ما كنتش متوقعة إن هي هتبقى بالجمال والحلاوة والترميلة والطعم الحلو قوي ده. يلا مع بعض نصلي على سيدنا محمد ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجه، انا كنت قاعده بسكرول عادي جدا على الفيسبوك، لقيت عبد الرحمن مجدي بيعمل طريقه جميله جدا للبسبوسه، فقلت اتابعها اشوف هو بيعملها ازاي، وهو برضو لازم نتعلم من بعض، مفيش اي مشكله خالص. فشفت كده الطريقه، لقيت ان هو مش حاطط اي سمنه خالص. قلت ايه ده، ازاي مش حاطط سمنه خالص؟ لا انا لازم اجرب الطريقه. قمت على طول جبت المكونات بتاعتي وابتديت ان انا اجهزها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش عيب انك تشوفي الوصفه وتجربيها، العيب انك تنسبيها لنفسك وهي مش حاجه تخصك. تمام. معايا ربع كيلو من دقيق السميد بدون اضافات، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر او الكربوناتو، ونص ليمونه. على السميد هحط على طول السكر، سكر ابيض حبيبات عادي جدا، هقلبهم مع بعض. بعد كده هحط ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر او الكربوناتو، عليها عصره نص ليمونه، هقلبهم مع بعض وانزل على طول بالميه بالشكل ده. بس انا لقيت ان الميه لسه قليله خالص، فزودت شويه ميه كمان لحد ما القوام معايا بقى بين السائل والمتماسك. برضو هوريكم القوام اول ما نوصل ليه للشكل ده، فخلاص كده هي البسبوسه جاهزه معانا. تمام زي ما عبد الرحمن عملها بالظبط. جبت معلقه عسل كبيره، عسل اسود، حطيت عليها معلقه من الميه، قلبتهم مع بعض ودهنت بيها الصينيه بتاعتي بالشكل ده. بعد كده هنزل بالخليط الاقتصادي الجميل ده على طول في الصينيه بتاعتي، واوزعه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين باقي الخليط اللي عندي هبدا ان انا اوزعه على الوش بالشكل ده برضو، بالراحه خالص وانت بتستخدمي الفرشه في الخطوه دي. هوزعه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيدي لون حلو جدا للبسبوسه بتاعتنا. وبعد كده هدخلها التلاجة لمده ساعه. بعد بقى ما تطلع من التلاجة هو قطعها، انا برضو قطعتها زي ما هو عمل بالظبط. ومعايا الفرن سخن على درجة حرارة 170، هدخل الصينية الرف اللي في النص لحد ما تاخد معانا لون من تحت ومن الجوانب، هشغلها شوية تاخد لون. وبعد كده هطلعها على طول هي سخنة، والشربات برضو يكون سخن وخفيف. سخن وخفيف، انا عمري بصراحة ما بحط الشربات سخن على البسبوسة، بس زي ما هو قال انا عملت بالظبط. بصراحة النتيجة كانت حلوة جدا. هحط بقى كمية الشربات وهبدأ ان انا اقطعها، اعيد على التقطيع بالشكل ده عشان تشرب معانا كل كميه الشربات. والمفروض ان احنا ندخلها التلاجة بعد ما تهدى، ادخلها التلاجة ساعتين. وبعد كده تاكليه بالف هنا وشفا. بس عايزه اقول لكم ان انا كنت مستعجله وعاملاها كمان متاخر جدا، فبصراحه دقتها على طول وكان طعمها حلو جدا. بصراحه ما كنتش متوقعه النتيجه. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا. الشربات بقى عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عليهم عصره نص ليمونه، ومعلقه كبيره من السمنه البلدي فقط لا غير. دي كميه السمنه اللي هنستخدمها في الصينيه دي. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا. طبعا هتحطيهم على النار لحد ما يغلوا، هتسيبهم يغلوا 7 دقايق وتطفي النار وتسقي على طول البسبوسه بتاعتك. وعايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا بصراحه، ما كنتش متوقعه النتيجه جميله جدا. وهعملها على طول بالطريقه دي، غير بقى لو انا حابه ان انا احس بطعم السمنه البلدي قوي قوي. وبس كده، جربوا بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. الفيديو لو عجبكم بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.